L'équipe nationale marocaine, quatrième plus récente Coupe du Monde en 2022, réalisera une forte répétition amicale contre la Sierra Leone, jeudi 11 janvier, au stade San Pedro en Côte d'Ivoire. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des préparatifs du Maroc en vue de la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 prévue en Côte d'Ivoire, où les Lions de l'Atlas figuraient dans le 6e et dernier groupe aux côtés des équipes de Tanzanie, de la République du Congo et de la Zambie. Les supporters marocains n'accepteront rien de moins que de remporter la Coupe d'Afrique, absente de leur coffre depuis 1976, surtout après que les Lions de l'Atlas, sous la houlette de Wally Regragui, ont terminé 4e de la dernière Coupe du Monde, un exploit historique pour les pays arabes. Et le football africain. Dans le reportage suivant, Kohora revient sur la date du match Maroc-Sierra Leone, les chaînes de diffusion et tout ce qu'il faut savoir. À quand le match amical entre le Maroc et la Sierra Leone en préparation de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 La date ولود مذكر وعدد من الأطر التي تشتغل اليوم رفقة الفريق الوطني، مدرب حراس المرمى أيضا محترم مع فوناكا، وعدد من الأطر الفنية التي تشتغل في ظل هذا المدرب لقيادة المنتخبات الوطنية، المنتخب الرديف والمنتخب الأولمبي أيضا. مشروع المنتخب الأولمبي لا يقل أهمية عن باقي المنتخبات الوطنية. باريس ودورة الألعاب الأولمبية في باريس قد اقتربت، ولم تعد تفصلنا سوى شهور عن انطلاقة التصفيات المؤهلة لها. هنا الكونترول كان ممتاز من إسماعيل الحداد، وراية مرفوعة من طرف الحكم المساعد معلنا عن تسلل إسماعيل الحداد. كان متقدم نسبيا على آخر مدافعي سيرا ليون. كرة للمنتخب السيرا ليوني من إبراهيما سيساي، كرة للأمام تغطي من محمد علي معمر مع إدريس فتوحي. إدريس جيل أولمبياد لندن عام 2012، إدريس الذي كان قائدا للفريق الوطني مع محمد أمسي في أولمبياد 2012 في لندن مع المدرب الراحل بين فيرباك. كان جيل محترم جدا من اللاعبين آنذاك، كان معهم محمد علي معمر أيضا في التصفيات، من الوجوه التي لا زالت تحتفظ بقدراتها رفقة المنتخبات الوطنية. مروان سعدان أيضا كان صغير في السن. اليوم لاعبين أكثر خبرة، لاعبين عندهم طموح وعندهم رغبة للظهور بأفضل وجه في بطولة كأس العرب في دولة قطر. الاختلاف اليوم بين آخر كأس عربية في المملكة العربية السعودية التي توجنا بلقبها مع ريبيريتس والكأس المقبلة في دولة قطر، هو أن الكأس المقبلة ستسجل مشاركة المنتخبات الأولى. في حديثي شخصي مع المدرب إيرفي رونار مدرب منتخب المملكة العربية السعودية، قال لي بالحرف سأشارك بالمنتخب الأول، والرهان هو الفوز بلقب العربي. نفس الشيء ينطبق على منتخبات من قيمة فلسطين ومن قيمة قطر ومن قيمة عدد من المنتخبات التي ستشارك المنتخبات الأولى. شيء مهم جدا لهؤلاء اللاعبين لإنصافهم وإنصاف قدراتهم وإنصاف اجتهاداتهم أيضا، لأنه فيهم عدد كبير من المجتهدين يستحقون فقط فضاء للتعبير عن مؤهلاتهم رفقة المنتخب الوطني المحلي. هذا مبقاش منتخب محلي ومنتخب رديف. كرة للأمام من يحيى عطية الله، التغطية من دفاع منتخب سيراليون. المنتخب السيراليوني والأكثر احتكار للكرة مع انطلاق هذه المباراة، لكن التغطية بشكل جيد من إسماعيل الحداد من الطرف الأيسر. إسماعيل التحول للفريق الوطني من الطرف الأيسر، والتغطية من دفاع منتخب سيراليون. المباريات الودية لم تكن في يوم من الأيام معيارا للحكم على جاهزية أي فريق وطني، لكن المجموعة الحالية أكيد مطالبة بأن تجرب نفسها أمام منتخبات قوية، وشيء مهم جدا لهذا المنتخب أن يواجه منتخبات قوية قبل انطلاق كأس العرب للأمم. هذه كرة للفريق الوطني لكن تتحول بعيدا، ضربة زاوية لمصلحة الفريق الوطني، لمصلحة أسود الأطلس. ضربة زاوية للفريق الوطني، صعود اللاعبين طوال القامة بدر بنون ومروان سعدان والبقية في منطقة جزاء منتخب سيارا ليون. جاء من فري تاون لتقديم أفضل عروضه في كرة القدم هذا المنتخب السيراليوني. كرة بلمسة من الطرف الأيسر للفريق الوطني، إمكانية لتسجيل الهدف الأول والتدخل والهدف
الهدف الأول في المباراة للفريق الوطني من كرة ثابتة بأقل مجهود. الفريق الوطني يتمكن من تسجيل الهدف عبر مروان سعدان المدافع الأوسط في المتابعة في منطقة الجزاء. تم التعامل بشكل ممتاز جدا مع الكرة الثابتة. هناك زيادة عددية رغم تصديين للحارس السيراليوني، لكن تواجد مروان سعدان في المكان الصحيح وفي الزمان الصحيح يمكنه من تسجيل الهدف الأول. تصبح النتيجة هدف لصفر للإعادة. التمريرة العرضية، خروج حارس مرمى سيراليون، تصدى للأولى وفي الثانية كان مع مروان سعدان صعيبة عليه وأنه يتصدى لها. تصديان لحارس مرمى سيراليون إبراهيم سيساي، والفريق الوطني متقدم في النتيجة هدف لصفر. كرة في دفاع منتخب سيراليون، كونتي عبدول للمنتخب السيراليوني في محور خط دفاع عبر القائد جولكر ستيفن روي، والكرة في التماس للفريق الوطني. كرة من محمد الشيبي لاعب الجيش الملكي، لاعب سابق اتحاد طنجة، اليوم يلعب لايسفار في البطولة الوطنية. يستلم مروان سعدان، مروان سعدان كان خطأ في التغطية. تتحول كرة لمنتخب سيراليون، تغطية للمنتخب السيراليوني، الضغط من محمد علي بومعمر، محاولة استخلاص الكرة والحكم يقول ضربة خطأ للمنتخب السيراليوني. لاعبي منتخب سيراليون أوسمان كاكاي لاعب نادي كوينز بارك رانجرز، زميل إلياس الشاعر الفتى الذي يتألق رفقة الفريق الوطني الأول، النجم الأول لنادي كوينز بارك رانجرز، يلعب رفقته أوسمان كاكاي الذي يتواجد ضمن بدلاء منتخب سيراليون. يعني أفضل اللاعبين عندهم كاكاي وعندهم ستيفان جولكر نوادي، وعندهم لاعب نادي كروتوني أوغوستوس كارغبو، ولاعب آخر يلعب في الدوري الإيطالي. هذو أبرز المحترفين في صفوف منتخب سيراليون. كرة ثابتة أبو دوم بايا، تدخل لدفاع الفريق الوطني إسماعيل الحداد، التحول من الطرف الأيسر إسماعيل، والكرة في التماس للمنتخب الوطني. الفريق الوطني متقدم في النتيجة أمام سيراليون بهدف لصفر في مباراة إيقاعها بطيء جدا أمام المنتخب السيراليوني. هنا نأكدوا على حاجة هذا الفريق الوطني للعب مباريات إيقاعها يكون عالي وأمام خصوم أقوى لكي تكون جاهزة لكأس العرب للأمم في دولة قطر. كرة لدفاع منتخب سيراليون. منتخب سيراليون موجد حلول تماما لما يقارب ربع ساعة أولى من هذه المباراة رغم اجتهادات لاعبية، لكن غير موفق تماما في إيجاد الحلول في دفاع الفريق الوطني. يلعب بأقل مجهود، وصل للمرمى من كرة ثابتة من متابعة جيدة لمروان سعدان في منطقة جزاء المنتخب السيراليوني. تغيرت النتيجة في الربع ساعة الأولى في انتظار أهداف أخرى، أهداف التقاء الفريق الوطني. بدر بنون المدافع الأوسط للنادي الأهلي المصري، استخلاص الكرة في خط الوسط. وليد الكرتي لاعب آخر في البطولة المصرية اليوم مع نادي بيراميدز في الدوري المصري لكرة القدم لمحمد الشيبي. كرة للأمام فوزير نقل الخطورة من فوزير للأمام يا فوزير. كرة من الطرف الأيمن للعناصر الوطني، إمكانية للوصول للمرمى. تمريرة عرضية من محمد علي بومعمر، لكن تدخل دفاع منتخب سيراليون. منتخب سيراليون الذي شارك في كأس إفريقيا في 3 نسخ سابقة. كرة من الطرف الأيمن محمد فوزير يسدد، لكن في غياب التركيز فقط في يد حارس المرمى السيراليوني. يضع الثقة في المدرب جون كيستر، مدرب محلي سبق له أنه قاد المنتخب السيراليوني فترة سابقة بعد تجارب مع السيلاستيتي المدرب الغاني. كان عندهم أولوف ماتسون السويدي، ودربهم جوزي أنطونيو نوغيرا المدرب البرازيلي، ودوسان دراسكوفيتش، ورايمون زاربانيليان الفرنسي، وعدد من الأطر، بوركا بابي. تجارب مع عدد كبير من الأطر الأوروبية، لكن تتجدد الثقة هذه المرة في المدرب المحلي من خلال جون كيستر اللي عنده جنسية مزدوجة، السيراليونية إنجليزية. كرة في دفاع الفريق الوطني من الطرف الأيسر،
العناصر الوطني اسماعيل الحداد وخروج ناجح للحارس السيراليوني في التغطية على اسماعيل. من مصادر قوة اسماعيل هو سرعته، هذه السرعة ممكن وأن تكون عامل مساعد للعناصر الوطنية. الجناح أهم شيء لازم يتوفر فيه وعامل السرعة والكفاءة الفنية، هذه كلها أمور تتوفر في اسماعيل الحداد الجناح الأيسر للفريق الوطني والمحترف الدوري القطري. كرة في دفاع منتخب سيراليون، جولكر ستيفن راي مستوى خط الوسط أبو دومبايا لاعب الارتكاز من الطرف الأيمن لمنتخب سيراليون. منتخب سيراليون يبحث عن الحلول دائما، لكن ما باليد حيلة. ضربة خطأ لمنتخب سيراليون. الشيء اللي ممكن أنه يتحسن عليه هو الكرات الثابتة، ممكن أن يستغل طول قامة عدد كبير من لاعبيه المهاجمين بالخصوص. دفاع لاعبي منتخب سيراليون مباريات مثل هذه تهم كثيرا المدرب جون إدوارد كوستر. افضل مركز لمنتخب سيراليون المركز 76 عالميا عام 1993، كان هذا افضل مركز له. اليوم يحتل المركز 115 120 عالميا. كرة لمنتخب سيراليون والتغطية من دفاع الفريق الوطني، تغطية من وليد أزارو تعود من جديد للمنتخب السيراليوني للأمام للفريق الوطني من إسماعيل الحداد. ضغط من إسماعيل، وليد الكرتي، وليد أزارو، بدر بنون. خطأ على بدر بنون. مباراة متواصلة هنا في مدينة المحمدية في إيقاع بطيء لهذه المباراة الدولية الودية بين المغرب وسيراليون، في انتظار أنه يتحسن الأداء في هذه المواجهة بين المغرب وسيراليون. يعني تأكيد على أنه الفوارق كبيرة بين المنتخب المحلي ومنتخب سيراليون أمر مؤكد، وأكيد الأهم اليوم بالنسبة لهذه المجموعة وأنها تواجه منتخبات أقوى منها، منتخبات من المنتخبات الكبرى. كرة نحو وليد أزارو سيكون شيء مهم جدا لحسين عموته وللطاقم الفني للمنتخب المحلي قبل انطلاقة كأس العرب للأمم في قطر التي ستنطلق في الأيام الأخيرة من شهر نوفمبر وستمتد إلى آخر أيام شهر ديسمبر، وبالتالي رهان على الفريق الوطني لكي يكون بطلا للعرب في أهم نسخ كأس الأمم العربية عبر التاريخ. نعم، لأنها تسبق انطلاقة مونديال كأس العالم وستقام تحت رعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم وبمشاركة المنتخبات الأقوى عربيا. منتخبات كثيرة ستشارك بالفرق الأولى، وبالتالي دي كل معطيات تجعل من النسخة الأهم عبر التاريخ. كورة من الطرف الأيمن والتغطية من دفاع منتخب سيراليون. جولكر راي يتدخل إبعاد الكرة في التماس، الحكم يقول لمصلحة المنتخب السيراليوني. كرة للفريق الوطني من إسماعيل الحداد في محور خط دفاع بدر بنون للفريق الوطني. الفريق الوطني الذي يحاول الخروج بالكرة، محاولة إرباك حسابات دفاعات سيراليون في هذه المباراة. المنتخب السيراليوني عنده دفاع منظم والفريق الوطني يبحث عن الحلول في خط الوسط. وليد الكرتي، وليد للأمام، محمد فوزير عنده فرصة للتقدم من الطرف الأيمن. الضغط جاله من لاعب خط وسط منتخب سيراليوني كلان إيسا، والخطأ لمصلحة الفريق الوطني. كرة ثابتة للفريق الوطني. من خلال الكرة الثابتة ممكن أن يوصل مرة ثانية لمرمى سيراليون. كرة بالراس من وليد أزارو، لكن الحكم رفع رايته.
لا شيء يتغير في هذه المباراة الدولية الودية بين سيراليون والمغرب بعد مضي ما يقارب 22 دقيقة. لا زال التكافؤ سائدا في هذه المباراة في غياب المبادرة من طرف المنتخبين، مع أن منتخب سيراليون يدافع يلعب في حدود إمكانياته الهجومية، والفريق الوطني متقدم في النتيجة هدف ل0 ويسعى بأقل مجهود للوصول لمرمى منتخب سيراليون وتسجيل ثاني هدفه. كرة من وليد أزارو، سلام محمد الشيبي يعيد الكرة لمروان سعدان، كرة لعبت تماما للطرف الأيسر. المتابعة من يحيى عطيلة في منطقة الجزاء، إسماعيل الحداد، إسماعيل المتابعة في المرمى لكن الكرة تجاوزت خط المرمى وبالتالي هدف ملغى، هدف مرفوض. اليوم مباراة يغيب عنها كل من أدم النفاتي وعبد الإله حفيدي وعبد المنعم بوطويل، بالإضافة لعبد الكريم بعدي، هي الأسماء التي تغيب عن هذه المباراة الدولية للفريق الوطني الرديف أمام منتخب سيراليون. سعداء جدا اليوم شوفوا الدكتور عبد الرزاق يفتي سعيد عافيته ويتواجد رفقة المنتخب المحلي من الأطر الطبية التي تشتغل رفقة المنتخبات الوطنية منذ سنوات كثيرة والتي تمتاز بالكفاءة، رفقة الدكتور زكيني وعدد من الأطر الطبية المحترمة جدا التي تشتغل رفقة الفرق الوطنية. كرة لمنتخب سيراليون، 23 دقيقة من اللعب والنتيجة هدف ل0 للفريق الوطني أمام سيراليون هنا في ملعب البشير بمدينة المحمدية. مازال ما شفناش تماما عبد العالي محمدي الذي لم يختبر تماما في هذه المواجهة. خطأ اللاعب خط وسط سيراليون كوي كوامي بعد تدخل يحيى عطية الله المدافع الايسر للوداد. كرة للأمام والتغطية من بدر بنون. حسين عموتة في كأس العرب للأمم أكيد أنه سيستعين بعدد من اللاعبين اللي يغيبوا عن هذا المعسكر، منهم من يلعب للفريق الوطني الأول، يعني قاعدة اختيارات كبيرة وكبيرة جدا، وبالتالي سيجد صعوبة كبيرة في اختيار الأفضل منهم، لاعبين مستواهم متقارب سواء الرسميين أو البدلاء، يعني أفضل ما عندنا في البطولة الوطنية والمحترفين في الدوريات العربية هم اللي نشوفوهم اليوم رفقة المنتخب الوطني الرديف. كرة في التماس لسيراليون، صعود ستيفن روي في منطقة الجزاء، ستيفن روي والتغطية من محمد علي عمر، يلعب كرة لمحمد فوزير، كرة للأمام للفريق الوطني، تغطية من دفاع سيراليون للحارس إبراهيم سيساي. مروان سعدان لمحمد علي بمعمر، ضربة خطأ للمنتخب السيراليوني. ثلث ساعة تبقت عن نهاية الجولة الأولى والنتيجة كما أمام حضراتكم، هدف ل0 للفريق الوطني أمام سيراليون. كرة والضغط على سيساي، تصفية مونديال كأس العالم متواصلة، أول المتأهلين للمرحلة النهائية ومنتخب السنغال يوصل ل 12 نقطة. منتخب سيراليون اللي فاز قبل لحظات على منتخب ناميبيا 3-1، ومنتخب السنغال فاز 3-1، وسودا تيرانغا أول المؤهلين للدور النهائي سيتواجدون مؤكد على رأس المنتخبات التي تحتل أفضل تصنيف في ترتيب الاتحاد الدولي، وبالتالي ستلعب مباريات العودة على أرضها، ونتمنى أن الفريق الوطني يلعب كونتي في دفاع المنتخب السيراليوني. موسيس دانييل، عبدودو مبايا في خط وسط منتخب سيراليون، ضغط على حامل الكرة. حسين عموتة يحاول تجريب عدد من النظم التكتيكية في المباريات الودية اللي عنده، لأنه من آخر المباريات الودية اللي عنده هي المباريات اللي يلعبها اليوم، يعني ما بقاش وقت كثير عن انطلاق كأس العرب، ما يقارب الشهر عن انطلاق كأس العرب للأمم، وبالتالي يحاول على قدر الإمكان تجريب لاعبيه في نظم تكتيكية مختلفة. كرة من وليد أزارو تصل للحارس إبراهيم سيساي، حارس المرمى سيراليوني
دخل مرمى الهدف الأول في هذه المباراة إبراهيم سيساي. كرة في تماس الفريق الوطني، نتحول في هدوء نحو نهاية الجولة الأولى من هذه المباراة، والنتيجة هدف ل0 للفريق الوطني أمام منتخب سيراليون. منتخب يعرف كيف يحقق لانتصارات رفقة حسين عموتة. شيء مهم جدا أنه يكون عندك منتخب عنده القدرة على تحقيق الانتصارات في كرة القدم. المهم في الدوريات المجمعة أنك تفوز بمبارياتك وتفوز بالألقاب، هذا شيء مهم جدا. هذا الفريق الوطني الذي تابعناه في بطولة افريقيا للاعبين المحليين في الكاميرون فاز باللقب عن جدارة واستحقاق، ونتمنى أن يفوز باللقب العربي لكل مكتسبات لكرة القدم الوطنية، بالخصوص للاعبي البطولة. كلهم خريجي البطولة الوطنية، كلهم في يوم من الأيام لعبوا في البطولة، ومنهم من يلعب إلى حدود اليوم. لكن الشيء الذي ينقص الكرة الوطنية وأنه لاعبي البطولة يتم تسويقهم في الفريق الوطني الأول ويلعبوا على مستوى في الدوريات الأوروبية. هذه معطيات مهمة جدا، نتمنى أن نشوف عدد كبير منهم في الدوريات الأوروبية الكبرى، لأنه منهم من يستحق كثيرا شرط الاجتهاد وشرط العمل وشرط التضحية. هذه كرة من الطرف الأيسر لمنتخب سيراليون، التغطية من محمد علي بن عمر، كرة لأمام وليد أزار، وليد أزارو، والتغطية من مدافع غازيانتاب التركي كولكر ستيفن روي. قلت لكم أنه سنوات لعب لنادي ليفربول ونادي توتنهام في البطولة الإنجليزية، وسبق له أنه لعب مباراة دولية ودية مع منتخب إنجلترا أمام منتخب السويد عام 2004. تمت المنادات عليه للمرة الوحيدة للمنتخب الإنجليزي، واليوم هو يلعب لمنتخب بلده الأصلي منتخب سيراليون. كولكر ستيفن، ضربة زاوية للفريق الوطني. كرة للعناصر الوطنية، الشيبي على كرة اسماعيل الحداد، اسماعيل كرة بالراس في منطقة الجزاء، ما زال الخطورة والمتابعة من طرف العناصر الوطنية. بدر بنون القائد من الطرف الايسر، كانت العودة من حال تسلل والحكم يرفع رايته. لعبت كرة لمنتخب سيراليون الذي لا زال يبحث عن أولى فرصه في هذه المباراة أمام الفريق الوطني، ونزيد العددية استخلاص الكرة بشكل ممتاز جدا لمنتخب سيراليون. المراوغة والتسديد، كان بالإمكان وأن يكون الهدف الأول في هذه المباراة لسيراليون، ليقدم نفسه بأفضل طريقة عبر كويكوامي كان بإمكانه أنه ينجح في بلوغ الهدف الأول في هذه المباراة. فرصة مثل هذه نتمنى أنه تجعل العناصر الوطنية تلعب بإرادة أكبر. كرة تسدد من طرف أبو دومبايا، أول اختبار قوي لمنتخب سيراليون، اخترق خط وسط الفريق الوطني بشكل طولي، وبالتالي هذه معطيات لازم تجاوزها لما تلعب أمام منتخبات أقوى. تجاوز خط الوسط المغربي وتحول نحو المرمى وسدد، والقائم يمتنع عن قبول الهدف. عطي الله والخطأ للفريق الوطني. ضربة خطأ للفريق الوطني، كرة ثابتة للوصول لمرمى المنتخب. هنا الإعادة لأبرز فرصة لمنتخب سيراليون. العارضة تمتنع عن قبول أولى أهداف المنتخب السيراليوني في هذه المباراة. محمد الشيبي في تنفيذ ضربة خطأ للفريق الوطني على أمل الوصول لمرمى سيراليون. سهلة في يد الحارس إبراهيم سيساي. حكم ينبه ستيفن روي جولكا
يفتخروا به كثير في سيراليون، وجده من أصوله السيراليونية ويحمل الجنسية الاسكتلندية الإنجليزية، وكان بإمكانه أنه يلعب لمنتخب بريطانيا الموحد أيضا في دورة الألعاب الأولمبية. اليوم يختار لعب لمنتخب سيراليون، خطأ من دريس فتوحي، أعلن عنه الحكم السيد مصطفى الكشاف. جولكر كونتي عبدول، ستيفن جولكر، وخروج الحارس إبراهيم سيساي. مروان سعدان، كرة للعناصر الوطنية، تغطية من دفاع سيراليون. في يوم من الأيام كنا نلعب كثيرا مع منتخب سيراليون في تصفية، سواء تصفية كأس العالم أو تصفية كأس أفريقيا، عدد من المباريات في فري تاون وفي الرباط وفي البيضاء. منتخب سيراليون كنا نهزمه في يوم من الأيام ب5 6 أهداف ل0. بمتغيرات المعطيات عدد كبير من المنتخبات الافريقيه مستوياتها تطورت بشكل كبير مع الاستعانه بعدد كبير من اللاعبين الممارسين في الدوريات الاوروبيه. ومنتخب سيراليون الذي نراه اليوم هو المنتخب الاول كرة من جولكر من جديد، كونتي عبدول للامام، محمد الشيبي، استخلاص الكرة من الشيبي لمروان سعدان، تصل الكرة لعبد العالي المحمدي الذي اختبر في كرة واحدة في الجولة الأولى من هذه المباراة. كرة للأمام، التغطية بدر بنون، استلام محمد فوزير، البحث عن انطلاقات اسماعيل الحداد، آخر شوية فضل أنه يلعب كرة لمحمد علي بن عمر، إخراج الكرة من بدر بنون للعناصر الوطنية. هناك انطلاقة من يحيى عطية الله، فضل التمرير لإدريس فتوحي، لعب الارتكاز إدريس من الطرف الأيسر، الفتوحي والتغطية من الطرف الأيسر في هذه المباراة المتواصلة هنا في مدينة المحمدية. والنتيجة دائما هدف ل0 للفريق الوطني أمام سيراليون. كرة من فوزير للأمام، وليد الكارتي، استلام محمد علي بن عمر، تصل كرة من الطرف الأيمن للعناصر الوطنية في منطقة الجزاء، والتغطية من دفاع المنتخب السيراليوني محمد فوزير بلمسة من الطرف الأيمن، إمكانية للمراوغة في منطقة الجزاء، والتغطية من دفاع السيراليون. ما زال الكرة مغربية، محمد الشيبي جاله الدعم من الطرف الأيمن، والتغطية من دفاع السيراليون، والكرة في التماس العناصر الوطنية. كانت واحدة من أبرز فرص الفريق الوطني في الجولة الأولى من هذه المباراة. أكيد أننا سنتابع تغييرات كثيرة في الجولة الثانية. محمد الشيبي، فوزير للشيبي، تتحول من جديد لفوزير، والراية مرفوعة. كرة للحارس سيساي، تصل لكاروما لوسين للمنتخب السيراليوني في خط الوسط. كوروما للأمام للاعب الأبرز في الجولة الأولى كويكوامي للجناح كالونيسا جاله الدعم من كوامي كالون، والتغطية من محمد الشيبي بعد الكرة في التماس. منتخب سيراليون الذي أقصي من التصفية التمهيدية لبطولة كأس العالم بعد الخسارة أمام ليبيريا 1-0 أو الخسارة 3-1 والفوز مباراة العودة 1-0 لم يمكنهم من التأهل للمرحلة دوري المجموعات من تصفية المونديال. عمر بانكورا تذكر الذي كان أضاع ضربة جزاء في الوقت البدل الضائع لتحرم سيراليون من التأهل لهذه المحطة. بانغورا لاعب المنتخب السيراليوني كان هو من يحمل شارة العمادة، وتمت مهاجمة منزله في ليلة من الليالي الحزينة لسيراليون. يعني لما تجيك ضربة جزاء
الثواني الأخيرة أمام ليبيريا لو سجلت تتأهل سيراليون لمرحلة دوري المجموعات، لكن تضيع ضربة جزاء. نعرف جيدا حجم الغضب الذي يحيط بجماهير كرة القدم في أفريقيا جنوب الصحراء. بانغورا عاش واحدة من أسوأ لياليه كلاعب كرة قدم، وأتذكر في تصريح له لهيئة الإذاعة البريطانية BBC قال: اختبأت في منزلي وما يمكنليش نخرج إلى الشارع، قمت بواجبي كقائد ولم أوفق في تسديد ضربة جزاء، عشت ليلة سوداء. كان هذا تصريح بانغورا للBBC ما يوضح حجم الحزن الذي خيم آنذاك على جماهير كرة القدم في سيراليون بعد عدم تمكن المنتخب الوطني من التأهل لمرحلة دوري المجموعات من تصفية مونديال كأس العالم في قطر. تتحول كرة من جديد للعناصر الوطنية من الطرف الأيسر. نحس بالفريق الوطني عنده أشياء أفضل ممكن يقدمها في هذه المباراة، لكن يلعب باقتصاد مبالغ فيه أمام سيراليون. كرة للحارس سيساي للأمام نحو ويليامز أوغوستين. ويليامز بدر بنون استخلاص الكرة من كويكوامي. كويكوامي اعتبره شخصيا واحد من افضل لاعبي المنتخب السيراليوني، لاعب نادي فايكنغور في الدوري الايسلندي. كيوي كوامي يلعب في ايسلندا المنتخب المعجزة الذي تابعناه يتألق في كأس أوروبا. منتخب ايسلندا والدوري الايسلندي وتمثيلية حاضرة في منتخب السيراليون. حسين عموتة يتابع عن كتب ما يجري في هذه المباراة رفقة طاقمه المساعد، يحاول توجيه اللاعبين. يعني صعب انك تتحدث اليوم عن المناخ واجراء المباراة في الساعة 4:30. كأس العرب ستقام في دولة قطر في درجة حرارة مرتفعة نسبيا، لكن رغم أنه أغلب الملاعب هي ملاعب مكيفة، لكن المناخ ما لازمش أنه يكون حاجز أمام العناصر الوطنية لكي تظهر بشكل أبرز بشكل أقوى في كأس العرب للأمم. وعندنا كامل الثقة في هذه المجموعة، لأنه أفضل لاعبين اللي مشوا من البطولة الوطنية واللي ما زالوا في البطولة أفضل ما عندنا. سنتابع اليوم رفقة الفريق الوطني في مباراته أمام المنتخب السيراليوني قبل المشاركة في كأس العرب. 4 دقائق ونصف، وهذا يحيى جبران لاعب خط وسط الوداد الذي يظل واحد من أفضل لاعبي خط الوسط في البطولة الوطنية. ممكن أننا نشوفوه الجولة الثانية من هذه المباراة مع أشرف داري وأيمن حسوني وعدد من اللاعبين اللي ممكن نشوفوهم في الجولة الثانية من هذه المواجهة. عملية إحماء للعناصر البديلة. حسين عموتة أكيد سيمنح الفرصة للاعبين آخرين للوقوف على إمكانياتهم في الجولة الثانية من هذه المباراة. منادات على اللاعبين أيضا صغار في السن من قيمة الخلوي لاعب فريق الجيش الملكي، من اللاعبين اللي اجتهدوا في البطولة الوطنية مع فريق الجيش الملكي. خلوي واحد من اللاعبين المجتهدين اللي ينادي عليهم المدرب حسين عموتة، شيء مهم جدا. مساوي ونوفل الزرغوني وعدد كبير من اللاعبين اللي ممكن يشوفوهم في الجولة الثانية من هذه المباراة. كرة للحارس إبراهيم سيساي لمنتخب سيراليون. استخلاص الكرة وليد الكارتي لم يساهم كثيرا من الناحية الهجومية. التحول السريع محمد علي، كرة تسدد لكن في غياب التركيز تتحول الكرة بعيدا عن مرمى المنتخب السيراليوني. كرة من إبراهيم سيساي. غياب فرص التهديف في الجولة الأولى من هذه المباراة، ما كانش فرص تهديف كثيرة، ربما يقتصر الأمر على 4-5 فرص على أكثر تقدير في الجولة الأولى من هذه المباراة بين المغرب وسيراليون. في انتظار الجولة الثانية أفضل من الناحية الفنية ومن ناحية الجرأة الهجومية اللي نتمنى أنه تكون حاضرة بشكل أفضل من طرف تشكيلة المدرب حسين عموتة في الجولة الثانية من هذه المباراة. الرجل سيلجأ لمنح الفرصة للاعبين آخرين. الرجل يعرف جيدا المنتظر منه ويعرف جيدا قدرات كل لاعب وعنده فلسفته الخاصة في التدريب. هذا حسين عموتة
من الأسماء المجتهدة والتي نفتخر بها عبر التاريخ. لك لاعب مع الفتح رباط ومع نوادي كثيرة، ولا كمدرب شق طريقه في هدوء واجتهاداته تحسب له كإطار يحظى باحترام كبير في كرة القدم الأفريقية والآسيوية. خرج الكرة في التماس، يفسح المجال أمام إسعاف اللاعب المصاب نضال وليد الكارتي في كرة مشتركة مع كرة مع ألوسين. كرة في تماس منتخب سيراليون، يرجع لبدر بنون. دفاع الفريق الوطني لم يختبر كثيرا في هذه المباراة، لو استثنينا كرة واحدة. كرة من يحيى عطية الله، تتحول كرة اسماعيل الحداد للفريق الوطني. اسماعيل والتغطية من ابراهيم سيساي، يتدخل مرة أخرى لبعد الخطر. كرة في تماس للفريق الوطني، تتحول من جديد إدريس الفتوحي من الطرف الأيسر للعناصر الوطنية في منطقة الجزاء. كرة بالراس، كان بالإمكان وأنه يكون هدف ثاني في الجولة الأولى للفريق الوطني. وليد أزارو، الفريق الوطني ممكن تحس بها أنه ممكن يحسم المباراة في أي لحظة. سيناريو الجولة الثانية سيكون مختلف تماما عن ما تابعناها في الجولة الأولى من هذه المباراة. قلت لكم هذه اختيارات وهذه قناعات المدرب، يعني يحاول تجريب مجموعة من النظم التكتيكية. لما تكون منهزم لازمك وأنك تتعامل مع المباراة بطريقة معينة، ولازم لما تكون متقدم في النتيجة ممكن وأنك تتعامل مع المباراة بطريقة مختلفة. وبالتالي عنده مجموعة من النظم التكتيكية يجربها ويحاول يشوف مدى استجابة اللاعبين لتطبيقها بحذافيرها في كأس العرب للأمم. هذا الشيء اللي نشوفوه اليوم من طرف حسين عموتة. تغيير في منتخب سيراليون، يدخل دنيا يامي مكان دافيد سيساي المصاب. يغادر دافيد. كرة من جديد اسماعيل الحداد يتوغل الحداد للفريق الوطني، والتغطية ضربة سوية للمنتخب الوطني. الخطورة تظهر من اسماعيل الحداد الجناح الأيسر. للمنتخب الوطني على بعد ثواني من نهاية الجولة الأولى من هذه المباراة، والنتيجة هدف لصفر، دقيقتان كوقت بدل ضائع. لعبت كرة للفريق الوطني من الطرف الايسر ممتازة جدا، إمكانية للمراوغة في منطقة الجزاء المتابعة بدر بنون والبقية، لكن تجاوزت خط المرمى لمصلحة منتخب سيراليون. حكم ينبه أزارو لاعبي الفريق الوطني. نلعب الدقيقة الأولى من الوقت البدل الضائع، والنتيجة التي تسير على أو نتوجه نحو نهاية الجولة الأولى بها هي 1-0 للفريق الوطني أمام سيراليون. كرة للفريق الوطني في خط الوسط، محمد فوزير ممتازة جدا تثبيت الكرة بشكل راقي. كرة من الطرف الأيمن للفريق الوطني بالراس، والتغطية من دفاع سيراليون. الفريق الوطني يخرج بالكرة أفضل في الفترة الأخيرة، يوجه خطورته نحو مرمى منتخب سيراليون، وبالتالي ممكن هذا هو السيناريو اللي نشوفه في الجولة الثانية، الاحتفاظ بالكرة في خط الوسط والاعتماد على المترابطات الهجومية لاستغلال مصادر قوتنا، لأنه ما استغليناش لا اسماعيل الحداد ولا وليد الكارتي ولا محمد فوزير ولا وليد أزارو في الجولة الأولى. حسين في الجولة الثانية ممكن أنه يضحي بلاعب ارتكاز ويدخل لاعب عنده نفس هجومي، عنده قدرة على صناعة الفرق في خط الوسط، الشيء اللي ممكن أنه يغير تماما من ملامح هذا الفريق الوطني. كرة لإدريس الفتوحي، كرة مغربية من الطرف الأيسر، إدريس الأمام لإسماعيل الحداد الأكثر خطورة في الدقيقة الأخيرة من الجولة الأولى. كرة تتحول في يد الحارس إبراهيم سيساي على بعد ثواني من نهاية الجولة الأولى من هذه المباراة. بالنتيجة أمامكم 1-0 للفريق الوطني أمام منتخب سيراليون، نتيجة الجولة الأولى من هذه المباراة. على أمل لقائكم مع انطلاق الجولة الثانية، تقبلوا مني أطيب التحية.
مرحبا بكم لمتابعة الجولة الثانية من المباراة الدولية الودية للفريق الوطني الرديف أمام منتخب سيراليون. تابعنا الجولة الأولى وقد انتهت بتفوق الفريق الوطني بهدف ل0. المؤكد أننا سنتابع جولة ثانية مغايرة تماما لما تابعناه في أول 45 دقيقة. أكيد نترقب تغييرات للمدرب حسين عموتة في الجولة الثانية من هذه المواجهة، إحداث تغييرات ومتابعة وجوه جديدة في الجولة الثانية من المباراة الهامة جدا للفريق الوطني. الوقت يداهم حسين عموتة قبل انطلاق النسخة المقبلة من نهائيات كأس العرب للأمم في دولة قطر. محمد فوزير بنون أظن قد غادر المباراة في جولته الأولى. بدر بنون المدافع الأوسط للنادي الأهلي المصري ربما أول تغيير للفريق الوطني. سنكتشف التغييرات انطلاق الجولة الثانية من هذه المباراة. من يحمل شارة العمادة ومروان سعدان، دخول يحيى جبران ودخول أيمن حسوني ودخول زكريا المساوي هي الوجوه التي سنراها مع انطلاق الجولة الثانية. 3 تغييرات للفريق الوطني. حمزة المساوي ودخول يحيى جبران بالإضافة لأيمن حسوني في خط الوسط. هذه كلها تغييرات قد تمنح نفس جديد للفريق الوطني. قلت لكم أنه عنده قاعدة اختيارات مهمة من اللاعبين ممكن وأنه يلجأ لها في أي لحظة. تنضاف لها الغيابات، غيابات وازنة اليوم. غياب لاعب من قيمة عبد الإله حفيظي ولاعب من قيمة أدم النفاتي والمتألق عبد المنعم بوطويل وعبد الكريم بعدي أيضا كلاعب عنده قدرات وعنده إمكانيات محترمة. هذه كلها أسماء تغيب عن هذه المباراة. دخول بوفتيني مكان بدر بنون في الجولة الثانية من هذه المباراة. الأسماء التي نراها في الجولة الثانية ربما تكون عندها توجهات هجومية أكبر من طرف المدرب حسين عموتة. بوفتيني سيلعب في محور خط دفاع مع مروان سعدان. دخول حمزة المساوي يأخذ مكانه من الجهة اليسرى مكان يحيى عطية الله. دخل أيمن حسوني ضمن مكان وليد الكارتي بالإضافة ليحيى جبران مكان إدريس الفتوحي. هذه تغييرات الجولة الثانية للمدرب حسين عموتة. بأي وجه سيظهر الفريق الوطني في ثاني جولات هذه المباراة أمام منتخب سيراليون؟ بدلاء يتواجد فيه مولود مذكر، رجل الذي ركب تجارب كثيرة في الدوريات الخليجية. مولود مذكر كان لاعب ممتاز في السابق في البطولة الوطنية وكإطار اشتغل لسنوات في الدوريات الخليجية ولك محلل رياضي واحد من رجالات الثقة حسين عموتة. حسين عموتة اليوم تنتظره مهام صعبة وصعبة جدا ورفقة الفريق الأولمبي والفريق الرديف، وبالتالي لازم طاقم موسع من الأطر اللي تساعدوا على أداء مهمته كما يجب. وبالتالي اليوم نشوف تواجد أسماء عندها وزنها وعندها قيمتها وطاقم مشكل من أسماء شابة وأسماء عندها خبرة. نتمنى له كل توفيق رفقة الفريق الوطني. كرة لمنتخب سيراليون. منتخب سيراليون مشت كرة في منطقة الجزاء للمنتخب السيراليوني. هذه إمكانية للتسديد ممتازة جدا، إمكانية هدف وتدخل ممتاز جدا لعبد العالي محمدي. تدخل عبد العالي المحمدي يتدخل بشكل ممتاز جدا في واحدة من أصعب كرات منتخب سيراليون في الجولة الثانية من هذه المباراة. دي ثاني أبرز فرصة منذ انطلاق المباراة. تغطية جيدة. شوف العمل مرة أخرى لاعب البطولة الإسلندية اللاعب المميز كويكوامي لاعب المحترف في إسلندا يقوم بأشياء مهمة جدا في المنتخب السيراليوني.
تصدي في وقت ممتاز وممتاز جدا. هذا وليد أزارو الذي ينتظر أنصاف الفرص للوصول للمرمى السيراليونية. حضور وفد مهم جدا من رسمية الاتحاد السيراليوني ومن التمثيلية الدبلوماسية لسيراليون في المغرب. اهتمام كبير بالمنتخب الذي يتمنون أن يصل إلى مستويات من التجانس تسمح له بالمنافسة إفريقيا على أعلى مستوى. في السنوات المقبلة تنتظر تحديات كبرى، تصفية كأس إفريقيا في الكوت ديفوار بالإضافة لتحديات أخرى تنتظر هذا المنتخب الذي فشل في تحقيق جزء من طموحاته سواء الإفريقية وسواء في مونديال كأس العالم المقبلة في دورة قطر. قلت لكم أنه أقصي من الدورة التمهيدية أمام منتخب ليبيريا. كرة للفريق الوطني محمد فوزير، عناصر الوطني في خط الوسط أيمن الحسوني لاعب خط وسط الوداد. أيمن من اللاعبين المجتهدين في البطولة الوطنية، اجتهاداته تسمح له بأن يلعب للمنتخبات الوطنية. كرة من محمد فوزير للأمام نحو وليد أزارو، لكن التغطية من جولكر ستيفن روي. كرة في تماس وليد أزارو، التغطية من الطرف الأيمن للعناصر الوطنية، والكرة في تماس لسييرا ليون. جولكر ستيفن روي، تتحول كرة لأيمن حسوني، استلام الكرة محمد فوزي لمحمد علي معمر من الطرف الأيمن للعناصر الوطنية نحو وليد أزارو. وليد أزارو لازم الضغط على دفاعات سييرا ليون للوصول لمرمى هذا المنتخب في الجولة الثانية. يستغل الفريق الوطني مصادر قوته في هذه المباراة، ممكن أن يوصل مرات كثيرة لمرمى المنتخب السيراليوني. كرة من مروان سعدان، كرة في خط الوسط يحيى جبران نحو أيمن حسوني، أيمن الحسوني للأمام فوزير بلمس، هناك متابعة وتسديد وليد أزارو وتدخل الحارس إبراهيم سيساي. هذه كرة القدم التي نبحث عنها من طرف العناصر الوطنية اللي خلتنا نشوفوا هذه الفرصة الممتازة جدا للمنتخب الوطني. عمل كبير وبداية الهجمة من يحيى جبران الذي أحسن تمرير لفوزير، وبعدها المتابعة في منطقة الجزاء وليد أزارو لم يركز في الأولى لكن في الثانية كان أكثر جرأة. كرة للعناصر الوطنية في منطقة الجزاء، تدخل من وولكر، تعود من جديد للفريق الوطني من يحيى جبران للأمام، جبران وليد يراوغ وليد، لكن التغطية من وولكر السيراليوني. جولكر ستيفن روي يبعد كرة في التماس من جديد للعناصر الوطنية بلمسة من محمد علي، والحكم يرفع راي يقول انه كانت هناك عودة من حل تسلل وبالتالي يمنح ضربة خطأ غير مباشرة لمنتخب سيراليون. عدد من الوجوه تتواجد في بنك البدلاء، ابرزها نوفل زرزوني ورضا الجعدي ومحمد النهيري واشرف داري والخلوي، بالإضافة للاعبين آخرين ممكن نشوفهم أيضا في الجولة الثانية من هذه المواجهة للفريق الوطني الرديف أمام سيراليون. مباراة هنا باستاد البشير في مدينة المحمدية، البشير الذي كان واحدا من كبار اللاعبين في تاريخ فضالة في تاريخ المحمدية، والذي يحمل الملعب اسمه ملعب الشباب، شباب المحمدية. كرة للأمام للفريق الوطني من الطرف الايسر اسماعيل الحداد من نقاط قوته انه لاعب مقاتل. تصل كرة مروان سعدان في الدفاع الاوسط الفريق الوطني، استلام محمد علي معمر يغير الوجه تماما للطرف الايمن بلمسه لكن جولكر في التغطية، والحكم يتدخل ويوجه بطاقة للاعب منتخب سيراليون كونتي عبدول، بطاقة لكونتي عبدول. اسماعيل الحداد مصاب، نتمنى لا تكون الإصابة تمنع من إكمال هذه المباراة. حسين في أمس الحاجة لكل اللاعبين اللي عنده، ما يتمناش أنه يصاب أحد من لاعبيه من مفاتيح اللعب في الفريق الوطني، في انتظار أنه يتعافى المصابون تدريجيا للحاق بكأس العرب للأمم في قطر. ممكن الاستعانة آنذاك بلاعبين آخرين، يعني قلت لكم قاعدة الاختيارات كبيرة جدا. عنده مع الفريق الوطني الأول أشرف بن شرقي وناس زنيتي وسفيان رحيمي،
هذه أسماء، والعملود أيضا، هذه كلها أسماء تتواجد رفقة الفريق الوطني الأول الذي يواجه في الساعة 8 منتخب غينيا في تغطية متواصلة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية. تصفية المونديال عمل كبير مبذول طيلة السنوات الأخيرة لتقريب الأحداث الكبرى من الجمهور المغربي. كرة في منطقة الجزاء، وليد أزارو، والعارضة تمتنع عن قبول الهدف الثاني للفريق الوطني. كان ذكي في الكرة الماضية وليد أزارو شاف أنه زاوية مغلقة أمامه طول قامة الحارس، وبالتالي حاول أنه يلعب كرة مرتدة من الأرض بهذه الطريقة. ذكاء وليد أزارو لم يسعفه في تسجيل الهدف الثاني في المباراة، لكن حسنا فعل في الكرة الماضية وليد أزارو. تعود الكرة من جديد للفريق الوطني عبر وليد أزارو تغطية وتحول لمنتخب سيراليون. كوروما لوسين في خط الوسط تستخلص نفسه مضطرا لتبنيها في كأس العرب للأمم. ممكن أن تواجه منتخبات قوية وتلعب كرة قدم نسبيا تكون دفاعية، وممكن أن تواجه منتخبات ضعيفة وتلعب كرة هجومية 100%. دي كرة للسيراليون، من الطرف الأيمن تسديد الكرة، لكن التغطية من حمزة المساوي تغطية جيدة. تتحول من جديد للمنتخب السيراليوني، عمل كبير من اسماعيل الحداد، والكرة في تماس للفريق الضيف لمنتخب سيراليون. تغييرات في الطريق للمدرب جون إدوارد كيستر، سيلجأ لإحداث مجموعة من التغييرات في منتخب سيراليون. هذا النجم الأبرز كويكوامي لن يطول به المقام في إيسلندا. كويكوامي لن يطول به المقام في الدوري الإيسلندي، لأنه يتوفر على إمكانيات محترمة جدا. كرة على العناصر الوطنية، تتحول من جديد لحارس مرمى منتخب سيراليون. كرة للمنتخب السيراليوني، ضربة خطأ للمهاجم ويليامز أوغستين. البحث مجددا عن اللاعب المتألق في العاصمة الإيسلندية ريكيافيك، لاعب من صغير سنه مع المنتخبات السنية السيراليون. كرة للمنتخب السيراليوني، التحول السريع من اسماعيل الحداد. اسماعيل من الطرف الايسر، محمد فوزير يعيد الكرة لأيمن حسوني، استلامة في خط الوسط يحيى جبران، توزيع المهام من قدم محمد علي بمعمر. تتحول من الطرف الأيمن بوفتيني للأمام وليد أزارو، لكن التغطية من القائد جولكر ستيفن نوراي. محمد علي بمعمر، استلام من الحسوني للأمام، الحسوني ورقة الهجوم للفريق الوطني. كتاب مفتوح، دفاع سيراليون، المتابعة من أيمن في غياب التركيز تضيع الفرصة. تتحول من وليد أزارو ينتظر الدعم والسند القادم من محمد علي. استلام يحيى جبران للأمام للعناصر الوطنية. تفتاك أوغستين في المتابعة لمصلحة الفريق الوطني. ضربة خطأ لسيراليون. مساوي لأيمن حسوني في وضع كان يسمح له بتسجيل الهدف، لكن ضاعت الفرصة للعناصر الوطنية. مدرب السيراليوني مقتنع تماما بأن الوضع يتطلب إحداث تغييرات على مستوى المجموعة لتفادي أهداف أخرى للعناصر الوطنية في الجولة الثانية. كرة لمنتخب سيراليون عبر فرانسيس دانييل، لكوامي تتحول من فوفانا محمود، والكرة في تماس حمزة المساوي. تابعناه في بطولة افريقيا للاعبين المحليين في الكاميرون، كان افضل ظهير الايسر في البطولة، واليوم ينال الثقة من طرف المدرب حسين عموتة الذي يجرب كل اللاعبين ليشوف فيهم القدرة على تحقيق اللقب العربي في دولة قطر.
كرة من مروان سعدان. مروان سعدان للأمام. أيمن الحسوني. الحسوني في خط الوسط. الحسوني ليحيى جبران. يحيى من الطرف الأيمن الفريق الوطني. سفيان بوفتيني. بوفتيني لمحمد علي بومعمر والتغطية من الدفاع السيراليوني. كرة للعناصر الوطنية للفريق الوطني. للأمام فوزير. فوزير لأيمن والتأتي من غولكور. غولكور ممكن اعتباره مصدر أمان في دفاع المنتخب السيراليوني وخطأ من القائد مروان سعدان. خطأ على كوامي. كوامي الخطير أفضل عنصر مع ويليامز أوغوستين. كورة مع ألوسين لاعب الارتكاز في خط وسط منتخب سيراليون. أوغوستين تصل الكرة من جديد للمنتخب السيراليوني عبر البديل دونال يامي. دنيا يامي. كورة مع ألوسين لغولكور ستيفن راي في خط الوسط. أبو دومبايا. بايا استلام الكرة من الطرف الأيمن فرانسيس دانييل والخطأ للعناصر الوطنية. حمزة المساوي لمروان سعدان من جديد الانطلاقة من قدم يحيى جبران. جبران يحيى لمحمد فوزير يغير الوجه للجهة اليمنى ذا المرة. كرة من الشيبي. الشيبي للأمام وليد أزارو. وليد أزارو وغولكور. أزارو وغولكور. أزارو اللاعب ذو التكوين الإنجليزي والكرة تتجاوز خط التماس. غولكور ليس من السهل على أي لاعب أن يلعب في إنجلترا لناديين من قيمة ليفربول وتوتنهام. هو اليوم معار من نادي فنرباتش لغازيانتاب في البطولة التركية. سنه 29 سنة. هذا غولكور ستيفن راي. محمد فوزير والخطأ للفريق الوطني. ضربة خطأ للفريق الوطني. إمكانية الوصول للمرمى للمرة الثانية في حدود الدقيقة 60 بعد انقضاء 60 دقيقة من اللاعب الفريق الوطني متقدم في النتيجة هدف لصفر أمام المنتخب السيراليوني هنا في مدينة المحمدية أين تقام هذه المباراة والاختبار الثالث للعناصر الوطنية أمام منتخب سيراليون. كرة ثابتة تلعب المتابعة بالراس. كان بالإمكان وأن يكون هدف من محمد علي بومعمر. ارتقى فوق الجميع وسدد الكرة براسه. كرة إبراهيم سيساي. غولكور للأمام من إبراهيم سيساي. سفيان بوفتيني. تتحول لمنتخب سيراليوني. سيراليون بلمسة ولمسة والمتابعة والهدف. والهدف عبر المبدع كوامي. المتابعة بشكل ممتاز جدا. الخطورة جات من ويليام أوغوستين والختم والأي ختم من كوامي القادم من ايسلندا الذي يتمكن من تسجيل الهدف. هدف التعادل عكس الهجمة بشكل سريع. سيناريو مماثل لما وقع في الجولة الأولى من هذه المباراة. التحول بالكرة بشكل طولي في غياب رقابة دفاعية في غياب أي اعتراض من طرف لاعبي الفريق الوطني. تمرير الكرة بالمقاس. تصدي ناجح للحارس عبد العالي محمدي وفي النهاية التدخل من طرف كوامي الذي يسجل الهدف. مسؤولية مشتركة بين لاعبي الدفاع ولاعبي الارتكاز. مروان سعدان نشوف فيها دائما أنه ممكن كلاعب ارتكاز يكون أفضل من توظيفه كمدافع أوسط، لكن هذه اختيارات حسين عموتة. في الأخير هو سيلجأ للثنائية التي تتناسب مع طموحاته بعد خروج القائد بدر بنون في الجولة الثانية من هذه المباراة. بدر بنون اللاعب الذي يتوفر على مواصفات القيادة، اللاعب الذي يتوفر على مواصفات تجعل منه واحد من أكثر اللاعبين تأثيرا في الفريق الوطني. بدر بنون لاعب النادي الأهلي، واحد من أفضل المدافعين حاليا في كرة القدم الأفريقية. تغيير دخول محمد النيري ودخول رضا الجعدي
هي تغييرات أخرى للمدرب حسين عموتة. يغادر محمد علي بومعمر، ويغادر أيضا مروان سعدان بعدما تم تجريبه في توظيف جديد. مروان سعدان في هذا المعسكر للفريق الوطني. خروج إسماعيل الحداد ودخول أحداد، خروج الشيبي وسعدان وبومعمر وفوزير ومعاهم إسماعيل الحداد، ودخول داري وأحداد ومحمد النايري ورضا الجعدي. وبالتالي الفريق الوطني يلعب بثنائي على مستوى خط الدفاع، ثنائي بالتخصص، مدافعين أوسطين داري وسفيان بوفتيني. كما أننا سنتابع نوفل الزرهوني في الدقائق المقبلة. تغيير التشكيل تقريبا بأكمله مع الإبقاء على وليد أزارو والحارس عبد العالي محمدي. كرة من المساوي ليحيى جبران، استلام أشرف داري، كرة للأمام حميد أحداد نحو نوفل الزرهوني. نوفل كرة من الطرف الأيسر والتغطية من جولكا. سفيان بوفتيني، سفيان للحارس عبد العالي محمدي. الخروج بالكرة من الطرف الأيمن. العناصر الوطنية أمام ما يقارب ال 26 دقيقة للعودة في النتيجة وتسجيل هدف التفوق أمام سيراليون. مباراة اليوم وضحت أشياء كثيرة لدى حسين عموتة. ربما هذا أفضل خصم واجهه في هذا المعسكر وفي هذا الدوري من المباريات الودية بعد الفوز بسباعية أمام غامبيا وثنائية على جنوب السودان. الفريق الوطني متعادل أمام سيراليون. كرة ثابتة للمنتخب السيراليوني. صعود خطير ويليامز أوغستين وجولكر ستيفن راي وكوي كوامي، ثلاثي متمكن في منتخب سيراليون. منتخب سيراليون قد يكون له شأن كبير مستقبلا في كرة القدم الإفريقي، لأن هناك عمل مهم جدا. لعبت كرة للمنتخب السيراليوني، تدخل الدفاع تعود من جديد للفريق السيراليوني من الطرف الأيسر. الضغط على حامل الكرة، محاولة استخلاصها من يحيى جبران، والكرة في التماس للضيفة الثقيلة اليوم منتخب سيراليون. كوي كوامي، كوامي الخطير من الطرف الأيسر. كوي مرر كورته رغم رقابة دفاعية. تتحول من جديد سفيان بوفتيني. سفيان ليحيى جبران لبوفتيني للفريق الوطني. ايمن حسوني وليد أزارو، تعود من وولكر، والكرة للحارس عبد العالي محمدي. عبد العالي يتواجد اليوم في بنك البدلاء، الرجل الذي منح له الثقة كحارس لأول مرة. أحمد الحارس السابق للكوكب المراكشي، الحارس القدير فوناكا الذي يشتغل اليوم رفقة الفريق الأولمبي. شيء جميل الاعتراف بالعدد من الكفاءات المحلية في البطولة الوطنية ومنح فرص الاشتغال بالمنتخبات الوطنية لكرة القدم جزاء لما قدمته لكرة القدم الوطنية. شيء مهم جدا. كرة من يحيى جبران، استلام رضا الجعدي. رضا الجعدي حمزة المساوي، التحول في محور خط الدفاع لأشرف داري. أشرف داري سفيان بوفتيني للحارس عبد العالي محمدي. شوف الضغط العالي من خط هجوم منتخب سيراليون. كرة يحيى جبران، الخروج بالكرة من الطرف الأيسر حمزة المساوي. عنده ايمن حسوني لوحده في خط الوسط. استلام ايمن والخطأ من لاعب خط وسط منتخب سيراليون كوروما لوسين. بطاقة قادمة من طرف المدرب مصطفى الكشاف لأيمن الحسوني. بعد التدخل الأخير البطاقة الصفراء من أيمن الحسوني، التحول من أيمن الحسوني يبحث عن الوصول من جديد لمنطقة جزاء منتخب سيراليون. استلام رضا الجعدي، خط وسط الوداد في هذه المباراة يلعب رضا الجعدي، يحيى جبران وأيمن حسوني ومعهم أشرف داري في محور خط الدفاع.
وداد ورجاء وتحديات مهمة تنتظرهم في دوري أبطال إفريقيا. هذه كرة في خط الوسط للعناصر الوطنية، خطأ لمصلحة أسود الأطلس، تلعبت بسرعة من وليد أزارو. وليد أزارو يسدد أزارو لكن بعيدا عن مرمى إبراهيم سيساي. نتحول تدريجيا نحو نهاية الجولة الأولى من المباراة، والنتيجة كما يمام حضراتكم هدف لهدف بين المغرب وسيراليون. تدخل أشرف داري، المتابعة من سفيان بوفتيني، والكرة في تماس المنتخب السيراليوني. قد يلجأ في كل لحظة لإجراء تغييرات مدرب منتخب سيراليون جون إدوارد كيستر. كرة للفريق الوطني، نوفل زرهوني، رضا الجعدي، الرضا للأمام للفريق الوطني، لحق بالكرة من حمزة المساوي. مساوي عنده فرص للتمرير بشكل عارضي، كرة للعناصر الوطنية وتدخل ممتاز من إبراهيم سيساي. قطع الكرة بشكل ممتاز من سيساي، كان متألقا طيلة دقائق هذه المباراة، تصدى عدد كبير من فرص الفريق الوطني. هذا إبراهيم سيساي، خطأ لمصلحة أيمن الحسوني بعد تدخل أبو دومبايا. مباراة اليوم ممكن تكون فيها استفادة أكثر للطاقم الفني مواجهة منتخب سيراليون، مستوى أفضل بكثير من غامبيا ومن جنوب السودان. لعب بطريقتي لعب في الجولة الأولى والجولة الثانية، اختبار كل اللاعبين، اختبار الجاهزية من الناحية البدنية ومن الناحية الفنية وذهنيا، كيفية التعامل مع منتخبات من هذه النوعية. منتخب سيراليون يمثل المدرسة الأنجلو ساكسونية. كرة ثابتة محمد النايري، رجل الاختصاص، النايري يسدد ممتازة لكن بعيدا عن مرمى الحارس إبراهيم سيساي. كرة من محمد النايري يتم توظيفه كمدافع من الجهة اليمنى. نوفل زرهوني، كرة من رضا الجعدي، رضا ينتظر الدعم آخر الملتحقين من الفريق الوطني، ورضا الجعدي. استلام أشرف داري، سفيان بوفتيني، محمد النايري، تعود الكرة للحارس عبد العالي حمدي. شوف محاولة خنق الفريق الوطني في نصف ملعبه، ضغط الممارس من لاعبي خط وسط منتخب سيراليون ولاعبي خط الهجوم، محاولة عزل أبرز نقاط الخطورة لدى الفريق الوطني. كرة من يحيى جبران للأمام للفريق الوطني من حسون، هذه المرة أيمن لحميد أحداد. الكرة تجاوزت خط التماس من حميد، يلعب هو ورفيقه وليد أزارو في رحلة يتذكرانها معا من مدينة أكادير، من نادي أدرار سوس لمدينة الجديدة. كان يبحثان معا عن فرصة لعب فقط رفقة الدفاع الحسن الجديدي، واللي كان جاء وحميد أحداد وجاب معه وليد أزارو. في النهاية وليد أزارو هو من لعب بشكل رسمي مع مدرب منتخب سيراليون، جرب أسماء كثيرة في الجولة الثانية من هذه المواجهة بين منتخبي سيراليون والمغرب على بعد ما يقارب 18 دقيقة فقط عن نهاية المباراة الودية الدولية الودية بين سيراليون والمغرب. المباراة متوقفة لفسح المشالة أمام إسعاف اللاعب المصاب.
خلوي في طريقه للحاق بالمجموعة في آخر دقائق مباراة المغرب وسيراليون. خلوي لاعب فريق الجيش الملكي. تم توجيه آخر التعليمات من طرف المدرب مولود مذكر لاعب رفقة حسين عموتة في البطولة القطرية، يعرف جيدا مولود مذكر الذي التحق مؤخرا بالفريق الوطني، يلحق الرجل الذي تحصل على شهادة AFC برو، شهادة الاتحاد الآسيوي برو، دبلوم المدربين المحترفين من الاتحاد الآسيوي. إنسان محترم ومحترم جدا، رفقة عدد من الأطر الوطنية التي نالت دبلومات عالية التي شهدت كثيرا. الحصول على شهادات على مستوى تحت قيادة الخبير الدولي الألماني إريك ريتميلر والإنجليزي جاري فيليب في دورة أقيمت على امتداد موسمين كرويين 2017-2019 على مدى 6 مراحل، وتمكنت من الحصول على دبلومات عالية. وهذه كرة للفريق الوطني من الطرف الأيمن، للفريق الوطني إمكانية للوصول للمرمى وتدخل سيساي. كرة من جولكار لمنتخب سيراليون، محاولة استخلاص الكرة تتحول للفريق السيراليوني. ضربة خطأ يتحصل عنها أو عليها مدافع كارغوبو أوغوستيوس، دخل بديل في الجولة الثانية الجناح الأيمن للمنتخب السيراليوني أوغوستيوس. كرة ثابتة، كاكاي عثمان في تنفيذ الخطأ للمنتخب السيراليوني. كاكاي عثمان للحارس عبد العالم حمدي. كرة من الطرف الأيمن الفريق الوطني دائما. أشرف داري، استلام حمزة المساوي، تصل كرة من أشرف داري في محور خط دفاع سفيان بوفتيني. يحيى جبران يوجه اللاعب من الطرف الأيمن محمد نايري، يلمس العناصر الوطني من حسوني. سفيان بوفتيني للفريق الوطني المحلي دائما الذي يبحث عن الحلول في دفاع سيراليون، دفاع متماسك دفاع سيراليون في هذه المباراة. كرة من أشرف داري بلمسة من الطرف الأيمن، ينساق وراء مستوى المنتخب البوتسواني والمنتخب السيراليوني. أحداد كان بالإمكان وأنه يسجل هدف. أحداد إصابة رضا الجعدي، رضا الجعدي يصاب في كرة المشتركة ويعود بالخلوي مع دخوله في الجولة الثانية. يصاب رضا الجعدي لاعب الوداد الرياضي، إصابات اللي تخوف منها كل مدرب. أكيد أن وليد الركراكي يتابع هو الآخر هذه المباراة، ولا يتمنى أنه يصاب أي لاعب من لاعبيه، خصوصا وأن الفريق يلعب دوري أبطال إفريقيا ويدافع عن حظوظه للتتويج باللقب الإفريقي الأغلى الذي فاز به في يوم من الأيام. الوداد آخر مرة فاز بها كان مع حسين عموتة. كرة من أشرف داري، استلام الكرة من الطرف الأيسر يحيى جبران، توزيع الكرة من الطرف الأيمن لسفيان بوفتيني. بوفتيني غير الوجه نحو الخلوي، أقرب للحارس إبراهيم سيساي. سفيان بوفتيني، كرة لمنتخب سيراليون عبر البديل كي كامارا
بلمسة سيراليونية من الطرف الأيسر للمنتخب الذي يبحث عن ثاني أهدافه في هذه المباراة. كرة تسدد والحكم يعلن عن خطأ لمصلحة الفريق الوطني. كانت مطالبة بضربة جزاء من طرف المنتخب السيراليوني في الكرة المشتركة الأخيرة. الإعادة لما حدث بالضبط في كرة سيراليون. لمس الكرة باليد من طرف المهاجم السيراليوني، بالتالي الحكم يمنح ضربة خطأ للفريق الوطني. كرة من أشرف ضري، كان من الصعب الحكم لو ايش كانت ضربة جزاء او لا من الزاوية المتاحة، وبالتالي تسرع المهاجم منتخب سيراليون واصدر قرارا بنفسه، وبالتالي الحكم لم يكن امامه سوى اعلان عن ضربة خطأ لمصلحة الفريق الوطني. كرة من سفيان بوفتيني، تتحول كرة من الطرف الايمن وليد ازارو، تعود من جديد للعناصر الوطنية التي تبحث عن انهاء المباراة متفوقة امام سيراليون، وانتصار معنوي فقط، لانه الاهم من مباريات مثل هذه هو تجاوز اي اخطاء في المباريات والتحديات الرسميه اللي تسنانا في كاس العرب للامم. نسخه مهمه جدا لكره القدم الوطنيه في مونديال العرب، مونديال يضم اقوى المنتخبات العربيه. كره من ايمن حسوني، ايمن حسوني من الطرف الايمن للعناصر الوطنيه في منطقه الجزاء، وتدخل من دفاع سيراليون. سفيان البوفتيني يعيدها للحارس عبد العالم حمدي. يحيى جبران لاعب الارتكاز، جبران كرة من الطرف الايمن للفريق الوطني. جبران خروج بالكرة، اشرف ضري، اشرف ضري، كرة نحو المساوي للامام، والتغطية الجيدة من دفاع منتخب سيراليون يقوم بعمل كبير. كورو مع لوسين، تعود من جديد للفريق الوطني. المساوي ممتاز جدا، المساوي كرة في منطقة الجزاء وليد ازارو، ممتازة الامكانية المتابعة، وفي غياب التركيز تضيع فرصة للعناصر الوطنية، فرصة تضيع. محمد النايري امام مرمى فارغة يضيع ابرز فرصة للعناصر الوطنية في الجولة الثانية، والعمل كل الاشادة يا سادة في الكرة الماضية بالمساوي. تسديدة وليد ازارو، محمد النايري في غياب تركيز يسدد بعيدا عن المرمى. أبرز فرص الفريق الوطني في الجولة الثانية وكأس ضربة العرب فيفا 2021 قطر. ضربة خطأ كاكاي أوسمان، كرة للأمام لمنتخب سيراليون، وتدخل الحارس عبد العالم حمدي. ضربة خطأ للمنتخب السيراليوني، أكيد أنه استفاد كثيرا من مواجهة الفريق الوطني في هذه المباراة الودية. المدرب سيكون مقتنع بعطاءات عدد كبير من لاعبيه. كرة من الطرف الأيسر لمنتخب سيراليون، لكن من دون خطورة على دفاع الفريق الوطني. كرة للأمام، أحداد عنده الخلوي، لاعب الشاب لاعب فريق الجيش الملكي الخلوي، لكن تغطية جيدة من دفاع المنتخب السيراليوني. والمساوي ممتاز جدا، المساوي أيمن الحسوني استخلاص الكرة من دون خطأ، تتحول من جديد لسيراليون. مساوي في التغطية، والخطأ لمنتخب سيراليون، كان خطأ على حمزة المساوي، كان تدخل في شوية خشونة زايدة من طرف فوفانا سيدو. مساوي لاعب النهضة البركانية، لاعب المغرب التطواني الذي لم يكن محظوظا السنة الماضية للمساهمة في بقاء فريقه ضمن أندية البطولة الاحترافية لكرة القدم. المغرب التطواني الذي يمارس دوري الدرجة الثانية هذه المرة، أتمنى أن يعود إلى فضاء يليق بواحد من أبرز الفرق الوطنية، أول متوج بالنسخة الأولى للبطولة الاحترافية لكرة القدم. كرة لمنتخب سيراليون، عاد الأداء ليتراجع في الجولة الثانية بعد بداية كانت موفقة لما يقارب ربع ساعة. كانت مباراة محترمة جدا
من الناحية الفنية. كرة لمنتخب سيراليون في تماس الفريق الوطني. نوفل زروني أفضل اللاعبين في الجولة الثانية، وحمزة المساوي. كرة من خلوي، استلام مساوي الذي يتألم من إصابة تعرض لها بعد تعرض أو بعد تدخل المدافع السيراليوني في الكرة الماضية. كان تدخل في خشونة زايدة، يتحمل على إصابته ويكمل المباراة حمزة المساوي. العودة للحارس إبراهيم سيساي، يعود له الفضل في نتيجة التعادل لأنه كان موفق كثيرا في أغلب تدخلاته خلال هذه المباراة. كرة لسيراليون، سفيان بوفتيني، استلام رياضة الجعدي، كرة من حمزة المساوي للأمام حميد حداد، والتغطية من دفاع سيراليون. لم تتبقى سوى 5 دقائق عن نهاية المباراة. كرة يحيى جبران، خلوي، حمزة المساوي من الطرف الايسر للعناصر الوطنيه. استلام الخلوي، امكانيه لتوغل في منطقه الجزاء. الخلوي لحميد حداد، حميد حداد وتدخل سيساي. سيساي مره اخرى متالق الحارس السيراليوني. واخر تغيير في الفريق الوطني دخول عبد الله خفيفي مدافع المولوديه الوجديه الذي يستعد للدخول في اخر دقائق هذه المباراه. خفيف وحركاس اللداني شكل قوه ضاربه في دفاع الام سي او في السنوات الماضيه. الكره للامام اقرب للحارس ابراهيم سيساي. اشرف داري، كره مشتركه والخطا لمصلحه الفريق الوطني. كرة يحيى جبران لأيمن حسوني، أيمن حسوني في خط الوسط. كرة بلمسة من الطرف الأيمن، التوغل نوفل الزروني للفريق الوطني. ممتاز نوفل في منطقة الجزاء، والتغطية من الدفاع السيراليوني. مازال الخطورة مغربية. يحيى جبران، أيمن حسوني مطلع إعادة الكرة بهذه الطريقة. سفيان بوفتيني، استلام أشرف دري، تتحول الخلوي عند حمزة المساوي. حمزة المساوي ممتاز للخلوي، والكرة في التماس مع فسح المجال لإجراء آخر تغيير في الفريق الوطني. من يسعد للدخول عبد الله خفيفي. منتخب سيراليون يحاول الحفاظ على هذه النتيجة المهمة بالنسبة له وللاعبيه ولجهازه الفني الذي يتولى المهمة لإعادة الاعتبار لكرة القدم السيراليونية. محمد النايري، كرة للفريق الوطني. أشرف داري، يحيى جبران، استلام الخلوي. هناك انطلاق الحميد حداد، عنده انطلاق الوليد أزارو أيضا، لكن قراءة جيدة من دفاع منتخب سيراليون. عكس الكرة من كاميرا سيدوبا. كرة للمنتخب السيراليوني تستخلص بشكل ممتاز من يحيى جبران، يقدم جولة ثانية محترمة جدا.
للفريق الوطني وليد أزارو. خروج خارج السياق لحارس المرمى سيراليوني، اعتراض من الحارس السيراليوني وضربة خطأ لمصلحة الفريق الوطني مع توجيه انذار للحارس إبراهيم سيساي. الإعادة لكرة وليد أزارو والتغطية الجيدة في الكرة الماضية، كرة ثابتة. آخر فرص الفريق الوطني قبل صفرة نهاية هذه المباراة، معلنة عن نهاية ثالث الاختبارات الودية في هذا الدوري المصغر الذي ضم منتخبات غامبيا جنوب السودان ومنتخب سيراليون في طريق الفريق الوطني نحو مونديال كأس العرب قطر 2021. صفراء لإبراهيم سيساي والكرة ثابتة للفريق الوطني. ضربة حرة للفريق الوطني يبحث عن الوصول للمرمى. من سيتولى تنفيذ؟ أقرب نوفل زرعوني. ومن سيتولى تنفيذ هذه الكرة؟ تلعبت كرة مغربية تسدد لكن بعيدا عن مرمى الحارس إبراهيم سيساي. حسين عموتة هذه طبيعته في التعامل مع لاعبيه، أكيد أنه أشياء كثيرة سيقوم باستخلاصها وإعادة ترميمها وإعادة التعامل معها بما يتناسب مع ما ينتظر الفريق الوطني من تحديات كبرى في كأس العرب. دور المنتظر والمطلوب من المباريات الودية وتصحيح العيوب، إظهار العيوب وتصحيحها. 5 دقائق وقت بدل ضائع، نلعب الدقيقة الأولى منها. كرة تجاه الخلوي، تدخل دفاع سيراليون، حمزة المساوي، كرة أشرف ضري، استلام سفيان بوفتيني، تتحول من أيمن حسوني لسفيان بوفتيني. أشرف ضري ليحيى جبران من الطرف الأيسر. يحيى، تدخل جيد من لاعبي سيراليون. يحيى جبران، كرة للأمام حميد أحداد وإيقاف الكرة، فسح المجال أمام إسعاف اللاعب المصاب. نحن نسعد لدخول ثاني دقائق الوقت البدل الضائع. الجولة الثانية من المباراة الودية بين المنتخب المغربي رديف ومنتخب سيراليون. الفريق الوطني الذي أتيحت له مجموعة من الفرص لحسم هذه المباراة، أكيد أنه سيتم الاشتغال اللمسة الأخيرة خلال المعسكرات المقبلة. مجدد تأكيد على ضرورة إجراء مباريات ودية على أعلى مستوى قبل انطلاق كأس العرب الذي سيعرف مشاركة عدد كبير من المنتخبات ستشارك بالمنتخبات الأولى نظرا لأهمية هذه البطولة المعترف بها من طرف الاتحاد الدولي. أبرز المنتخب السعودي الذي نتواجد معه في نفس المجموعة، والذي أكد مدربه إيرفي رونار أنه سيشارك بالمنتخب الأول في كأس العرب. مجموعات كأس العرب، المغرب سيواجه منتخب المملكة العربية السعودية، المنتخب الأول والمنتخب الأول للأردن والمنتخب الأول لفلسطين. بالتالي هي واحدة من أصعب المجموعات في بطولة كأس العرب قطر 2021. منتخب النشامة الأردني، الأخضر السعودي، والمنتخب الفلسطيني. كرة في التماس لسيراليون، تتحول العناصر الوطني وليد أزارو. حمزة المساوي، بدنيا المنتخب سيراليون وضع لاعبي الفريق الوطني تحت الاختبار. فريق قوي من الناحية البدنية، وبالتالي خلينا نشوفوا فريق الوطني يتعدى في بعض اللحظات لفرض شخصيته في هذه المباراة أمام سيراليون. كرة من محمد النيري أمام العناصر الوطنية. حميد أحداد،
أحداد يراوغ أحداد ممتاز جدا. حميد في منطقة الجزاء وتدخل جولكا من جديد. نوفل الزرهوني بلمسة نوفال من الطرف الأيمن. العناصر الوطنية الفرص الأخيرة في المباراة، بعدها ممكن أن تأتي صافرة ختام زمن الجولة الثانية والمباراة ككل. كرة من جبران للأمام والتغطية من دفاع سيراليون. الكرة في التماس للفريق الوطني. أيمن الحسوني، حسوني ينتظر إمكانية لعب كرة عرضية من نوفل الزرهوني. Et la Sierra Leone est fixée au jeudi 11 janvier au stade Awal Park. Le match commence à 8h du soir, heure de la Mecque, 7h, heure du Caire et 6h, heure de Casablanca. Quelle chaîne diffuse le match amical entre le Maroc et la Sierra Leone en préparation aux Nations africaines 2023? La chaîne sportive marocaine détient les droits de diffusion du match amical. Date du match, chaîne de diffusion, stade. Maroc, Sierra Leone. Jeudi 11 janvier 2024. 20h Arabie Saoudite, 19h Égypte, 18h Maroc. Sport marocain. Stade de San Pedro. La composition attendue pour le match amical du Maroc contre la Sierra Leone. Wally Regragui devrait adopter les noms suivants. Le plan est 4-3-3. Yacine Bono. Achraf Hakimi, Naïef Akrad, Romain Sess, Nassir Mazraoui. Sofiane Amrabat, Bilal Alkanou, Hakim Ziyech. Amin Harit, Youssef Al-Nuseri,